بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله التوفيق والسداد، نسأل الله السداد في الرأي والتوفيق في العمل، نسأل الله الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين والرحمة لموتانا وموتى المسلمين. كل يجعل ربي ذا ذروم يبعد في اللون الهموم، وكن يفك ربي السر اللي سر يرنا يون ثلاثان السر. موضوع الدرس: من المؤمنين رجال. أيث مثلا أول نغساقي فين يعنان في الركزة ضربتي دينان وتساد ذي التراث النغل الأصيل، أطاس المثول أطاس المعون يقتك نازال إثروكزا. ربي ذي القرآن الكريم يهضرد في اللاس سورة الأحزاب من هذه الآية: إند من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. الرجل في الركزة يفذريت ربي ذي القرآن أطاس في مواقف التضحية، في مواقف العطاء، في مواقف الحق. لن إمكان نتيذت نلحق نالتضحية ذينا ذي الطيق دي تسفان ورفيق. هذه هي المواطن التي ذكرت فيها الرجولة. ذي قبيليث قارن شباحة برقاز تير ركزة، شباحة برقاز تير ركزة، جمال الرجل في رجولته. إذن هذا هو العنوان. ثورة يلا أنفذو يوث. ربي سبحانه وهو الذي خلقنا جميعا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبغى أمذان لا ترمى بنادم أذيلي بنادم يسعان في الركزة، خاطر ما ذيلي بنادم عادي، وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. يتشاي سويت سيم غرض يمث والسلام. أما كي يقرأ أحد الفلاسفة هناك: الحياة أقصر من أن نقصرها. وبعدين إذا كانت الحياة هي هذه، برنارد شو الفيلسوف الساخر وديل كارنيجي وغيرهم اللي راهم يبحثوا في هذا هناك، هي مسرحية تافهة. يعني الحياة لا معنى لها، سار زال سار القيمة. ما إلا بنادم يتشا يسوى يتسم غور من بعد يموت، هي خلاصته. هذا المكان اللي عنده 20 سنة بعد 60 سنة يولي 80 سنة، اللي عنده 80 سنة قبل 60 سنة عنده 20 سنة. إذن مسألة العمر مسألة الزمن تجري علينا جميعا. الوقت يجري على الناس، ومن خصائصه أنه لا يخزن، لا يقبل التخزين. ومن خصائص الزمن أنه لا يباع ولا يشترى ولا يرهن ولا يورث ولا إلى آخره. إذن يجري علينا جميعا. وثقذكي نواميس وقوانين ربي سبحانه في حياة البشر. ولكن ننجح ريشاقا نحسب ريد النظام اللي هو وين يبغى ذي يعيش حياة النظام يبغى ربي سبحانه. تساقي يبغى ربي سبحانه خلق الخلق واختار منهم الصالحين
واختار من الصالحين النبيين الأنبياء، واختار من الأنبياء أرباب الرسالات إلى آخره. لذلك في القرآن الكريم الذين أنعم الله عليهم ذانا 4 أصناف. سورة الفاتحة أنقار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ لا ندري ونزرارا وكذا كيف ينعم ربي سبحانه. من غال سورة النساء الآية 69 تجيبنا عن السؤال، تبين توضح أغد السفهم أنوي الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 4 أصناف، وحسن أولئك رفيقا. إذن هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. أي غردي ويغشياكي كان باش هذا ديني ربنا عز وجل يهيئ الإنسان للارتقاء في مدارج الكمال البشري من خلال معرفة الله أساسا. أمثلا ذي السن ربي ما يسن ربي وسعر قرا وفريد، اللي يعرف ربي ما يتلفش، يعرف ربي ناد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وربي ناد سنريهم لجميع الخلق. سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الإنسان إذا أدرك الحق جل جلاله تعرف على الله يسن ربي سبحانه ينتهج المنهج الرباني. ربي ناد في سورة الإسراء الآية 9 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. متى يستجيب الإنسان لهدايات القرآن؟ إذا استقر الإيمان في قلبه. أمثل ما يسن ذي هنوان يسن ربي سبحانه عز وجل ذي ذا سيغوال يهدي للتي هي أقوم عقيدة عبادة شريعة أخلاقا وضبطا للسلوك التي هي أقوم في جميع المجالات. ثم ربنا عز وجل هذا المؤمن يهيئه لمواطن الرجولة، يهيئه لمواطن الرجولة. مثل بغام أدنفك بعض النماذج. المهاجرون الأنصار ذي شو ذي سنفك ربي ذا زال خاطر تمثلوا قيم الرجولة، تمثلوها يعني طبقا أذريذ نتركزا ذفعا أذريذ نتركزا صبرا قفلنا كل محنا الأذى أنواع الأذى، الأذى المادي والأذى المعنوي. من بعد المهاجرون هجرا سمكا غا المدينة وفان ذا غير قزن وياض ذا الأنصار ناس مرحبا يسمون الله سلام نوان. الأنصار في المدينة النبوية في المدينة المنورة. ولكن ربنا عز وجل خلد آثار هؤلاء الرجال، خلد آثارهم ومآثرهم في الوحي، ولكن استحقوا هذا التخليد استاهلا باش سيدي ربي سبحانه أسني في كزال ذي القرآن الكريم. أذكر على سبيل المثال بعض الآيات. ربي ناد فلاسن مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ماشي دايني سهلا، شوف درجات الابتلاء. مستهم البأساء فقيق الريحث أرنو لا دوز زيادة والضراء
أرنو هل ساون وزلزلوا، هذه اللفظة القرآنية التي تعبر عن قمة الابتلاء، عن عمق الابتلاء. والله عز وجل يبتلي الناس بما يشاء لا بما يشاءون، وهذه قاعدة عقدية في حسن التعامل مع القضاء والقدر. ربنا يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء. دليل في سورة البقرة الآية 155 والآية 156: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. المعنى بوال رباغي جرب سويني كفغا، ماشي سويني نفغا ذاك بشيء من الخوف. الخوف تعدد كورونا خدم ذينا لا عجب لا، كورونا زلزلت اقتصاد العالم، فذمسا ليكونومي دو موند، زلزلت النفوس، زلزلت المجتمعات. شيء عجيب حصل في هذه الكرة الأرضية، ولكن ربنا بشيء من الخوف. إن شاء الله وردوا غالنت. ربنا قال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. كلمة زلزال تهز نغد فقه الابتلاء، أن الله يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء، ويبتلينا متى شاء لا متى نشاء، كيفما شاء لا كيفما نشاء. هي 3 قواعد مهمة في فهم التعامل مع القضاء والقدر. رباغي جرب سويني كفغا ماشي سويني نفغا، ولاش بك ساعة فيش دو فو هكذا ربي سبحانه هذه اختار شو يبغى. أغي جرب سويني كفغا ماشي سويني نفغا، ملمي كفغا ماشي ملمي نفغا، أكني كفغا ماشي أكني نفغا. تلك هي القواعد. أدنو الأنبياء ذين النظام النبي عليه الصلاة والسلام يناد الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. أدو غير الصحابة ذا شو دينا ربي في حقهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أي مثلا الابتلاء وريسهي لا يوعر مليح، خطر بنادم يزمر ذي فكثر ويحثيس يزمر ذي فكر روحيس. المهاجرون خلد الله آثارهم بما بذلوا. نقرأ في سورة الحشر في الآية 8 ختمت بقوله تعالى أولئك هم الصادقون. في الآية 9 تحدثت عن الأنصار، ذكرت بعض خصالهم، مثلا يحبون من هاجر إليهم، فقد في الخصلة سعنت الأنصار دي المدينة المنورة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ربي في كيس القيمة يثرو قزا يفذرتي ذو قواليس، وكذا المهاجرون الأنصار أثبتوا ذلك حقيقة واقعيا ميدانيا. ذي الآية 10 ذا شو غدينا ربي سبحانه وياك علمنا الأدب مع هؤلاء الناس، علمنا كيف ندعو لهم. فقال في الآية 10 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. في هذا السياق نذكر شهداءنا رحمهم الله، ونحن الجزائر تعيش هذا الموقف الجلل، ذكر استقلال الجزائر. لابد أن نتذكر فضل السابقين. إلى قد أسنف كزال هذا سنف القيمة خاطر تسير رقزة إثني الصوضا بعد الإيمان ربي سبحانه باش هذفكن ثروي حثنسن هذ جاهدا وذ مثن
في سبيل الله والوطن. وتمثل تقيث مثلا ماشي دايني سهلا، خاطر كل إنسان يملك روحا واحدة. ما كانش السوق ولا الحانوت اللي يبيع الأرواح، ولاش تا حانوت يزنزو الأرواح، ولاش اللوزين يدي الصنع الأرواح. كل يوم يسعى يثنى الروح إرجازا ولا ثلاوين، خاطر الرجولة مقام. ماناش نتكلموا على الميراث، ربي في الميراث قال للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا الأمر متعلق بالذكورة ماشي بالرجولة. لذلك ربي قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن في المواقف النظام خاطئ، ربي دي قارتين الرجلة سلامة الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مدن مكتا إرقازا ولا ثلاوين يقف كان الأرواح نسان في سبيل الله والوطن. أثلسني يعفو ربي من جهة نعرف فضلهم أن السن القيمة نسم ربي في القرآن في سورة البقرة في الآية 237 يند ولا تنسوا الفضل بينكم وستثار الفضل كوني شركا. ذا الآية قوم السلام دي سورة الأحزاب، ذا الآية السلام دي سورة الحشر باش وقاذاقي مثل ونثتسويارا القدر نسن القيمة نسن وذا سندعو باش ثني على ربي ثني قبل ربي الشهداء وذا يرفع ربي الدرجة نسن وسلامة الآية 69 من سورة النساء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فكان طروح تنسني وذم ربي في سبيل الوطن زرم لي زيك ميم مسفراني قارن زيك تمغارين أكو ديال المزيين تلمزيين ديال وقت الثورة يا الجزائر نضحي الفداء نطفي ذرار نرنا الاستعمار في الحرية نعهد الوطن ذويذ يموثن ورنحب سارة ألا من حرد ثمور عزيزنا تسعوا اللواء. معناه هناك أشعار وأمثال ترافق هذه الرجولة هذه القيم من أجل المزيد من العطاء وتقديم التضحيات. والحمد لله النصر من عند الله. ربي سبحانه يولى صدق النية بعد جهاد لم ينقطع من خلال المقاومات الشعبية عبر التاريخ الجزائري في المقاومات الشعبية قرن 32 سنة أن بعد ربي حقق النصر، لأن النصر من عند الله وما النصر إلا من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا جاء نصر الله والفتح ما ذكرت كلمة النصر إلا وقرنت بالله جل جلاله بعد اتخاذ الأسباب والتوكل على مسبب الأسباب جل جلاله. لذلك تجي موقف محطة لا يمكن أن نتجاوزها. خطر أيضا أمر آخر أدنني ذاك الشهداء جنغد أمانة على رؤوسنا نقلا وعقلا بالنصوص النقلية بالنصوص العقلية بالأدلة العقلية. لا بد أن نحفظ الأمانة. الشهداء ذي المجاهدين جنغ ثمورة الجزائر يري فسنغ ذي الأمانة ثوران كوني كما قال الله تعالى في سورة التوبة الآية 5 بعد 100 الأولى وقل اعملوا يلا وبعدين إلى ربي ذنتيك زران ذنتيك حصان ذنتيك سكن الحسنات يعلم السر وأخفى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رحم الله شهداءنا. نسأل الله أن يحفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة في فلسطين. اللهم يا رب انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم تقبل شهداءهم وشهداءنا. اللهم اجبر مرضاهم واشف مرضاهم.
اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تغير حال أمتنا إلى أحسن حال. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.